خصائص السكان. خصائص السكان، اما باجي اتكلم خصائص السكان يعني هبدا اتكلم على الحاجات اللي بتميز السكان بالنسبه للعالم. هنبدا باول حاجه الخصائص السكان الديموغرافيه. يعني ايه كلمه ديموغرافيه؟ قال لك الديموغرافيه هو علم، يعني ده علم زي الجغرافيا زي التاريخ زي الفيزيك زي البيولوجي، علم زي اي علم. العلم ده بيدرس ايه؟ قال لي بيدرس السكان اللي في العالم، ودراسته للسكان بتبقى محدده في نقط معينه: نسبه المواليد، نسبه الوفيات، التركيب العمري يعني تقسيمهم العمري، الفئات العمريه بتاعتهم، التركيب الاقتصادي، التركيب النوعي، ذكر ولا انثى. فبالتالي ده المقصود بكلمه الديموغرافيه. طبعا التعريف ده من اهم التعريفات اللي في الدرس تقريبا كله، ده اهم تعريف بيجي دايما في الامتحان، وغالبا بتلاقيه دايما في اي امتحان في اي محافظه. بيجي يقول لي ما المقصود بالديموغرافيه؟ الديموغرافيه هو علم دراسه السكان من حيث المواليد، الوفيات، التركيب العمري والنوع. طيب، هنبدا نتكلم مع بعض الاول في الديموغرافيه، هنقسمها لاجزاء. هنمسك الجزء الاول اللي هو معدل المواليد. المواليد اللي هي الناس اللي بيتم انجابها، اللي هي الناس اللي بتتولد، الاطفال اللي بيتم ولادتها، ده معنى كلمه المواليد. طيب مين اللي ينجب اكتر، الناس المتقدمه ولا الناس الناميه؟ قال لي بمنتهى البساطه اكيد المجتمعات الناميه، الشعوب الفقيره هي اللي ما عندهاش وعي ما عندهاش فهم، فبتنجب بكميات كبيره من الاولاد. وبالتالي هلاقي ان معدل المواليد موجود عندي في العالم بيزيد اكتر في الدول اللي فيها مجتمعات ناميه، وتحديدا في افريقيا. هلاقي ان اعلى قاره في العالم عندها نسبه مواليد هي قاره افريقيا، ويصل النسبه عندي في افريقيا ل 36 في الالف. يعني ايه 36 في الالف؟ قال لي زي ما احنا بنقول ايه 35%، 40%، 60%. يعني ايه؟ يعني كل 100 فيهم 40. لا، هنا بقى اما اجي اقول لك 36 في الالف يعني كل 1000 فيهم 36. كل 1000 في افريقيا بيخلفوا 36 طفل. فبالتالي ده معدل يعتبر كبير جدا مقارنه بباقي القارات. يبقى اول سؤال في الجزء ده يجي يقول لي اعلى قاره في العالم من حيث المواليد هي مين؟ بقول له على طول هي قاره افريقيا. نسبه المواليد في افريقيا 36 في الالف. طيب امال مين اقل قاره؟ قال لي اقل قاره عندي في المواليد هي قاره اوروبا. نسبه المواليد في اوروبا 11 في الالف، ودي نسبه قليله جدا، فهي بتحتل القاره الاخيره عندي في نسبه المواليد. طيب في سؤال هنا بيجي لي: طب بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في افريقيا؟ ايه اللي مخلي قاره افريقيا فيها نسبه مواليد كتير؟ ايه اللي بيخلي افريقيا تخلف كتير؟ لو فكرنا كده مع بعض هنلاقي احنا لسه قايلين ان اللي بيخلف كتير دي المجتمعات الناميه، المجتمعات الفقيره، المجتمعات اللي بتعتمد على الحرف او الشغلانات اللي عايزه ناس كتيره تشتغل فيها. يعني مثلا هتلاقي معظم سكان افريقيا بيشتغلوا بالزراعه، والزراعه ما ينفعش شخص واحد يشتغل فيها، انت عايز اكتر من شخص. فبالتالي بدل ما بجيب اكتر من عامل يشتغل في الارض بتاعتي، لا انا بتجوز وبخلف عيال كتير عشان ينزلوا يساعدوني في الارض. فده من اسباب اللي هي العادات السيئه المنتشره في قاره افريقيا. عشان كده بيقول لي رقم واحد من الاسباب اللي خلت عندي معدل المواليد عالي: الاميه والفقر. ناس اميين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، ما عندهمش فهم، ما عرفوش ان انا لو خلفت كتير مش هعرف اصرف على الابناء دي، فبالتالي هيبقى عندي مشكله بجانب الفقر. فده كان سبب من الاسباب الرئيسيه ان المواليد في افريقيا كتير. كمان الاعتماد على الزراعة البدائية، زي ما قلنا الزراعة عايزة إنجاب عدد كبير من الأولاد عشان يساعدوني في الأرض الزراعية، بدل ما أجيب عمال يشتغلوا وياخدوا معايا مرتبات أو ياخدوا معايا راتب من شغلهم في الأرض. طيب كمان النقطة الثالثة العادات والتقاليد السلبية، زي مثلا الرغبة في الإنجاب. تلاقي واحد بيتجوز واحدة واثنين وثلاثة عشان عايز يخلف عيال كتير ويقول لك العيال عزوة. ناس تانية تقول لك لا انا عايز اجيب الولد، فيتجوز يجيب له بنات، يقوم يتجوز واحده تانية عشان يجيب ولد، فتلاقيه بيجيب له بنات، فعمال يخلف كتير كتير. ده كله منتشر، هتلاقيه منتشر اكتر في دول افريقيا عن المجتمعات المتقدمه زي دول اوروبا. يبقى اذا لما حاجه اسالك ليه معدل المواليد في افريقيا عالي، بقول له بسبب انتشار الاميه والفقر، بسبب الاعتماد على الزراعه البدائيه، وبسبب كمان انتشار العادات السيئه اللي منتشره جدا في افريقيا. طيب لو جيت بقى اديت سؤال تاني: طب ايه النتائج المترتبة على ارتفاع معدل المواليد؟ معدل المواليد في افريقيا مرتفع، ده ترتب عليه ايه؟ ها، نفكر كده. اما المواليد تبقى كتير في افريقيا ده يترتب عليه ايه؟ قال لي هيترتب عليه شيء طبيعي: انخفاض المستوى الصحي وانتشار البطاله. الناس، انا النهارده عندي خمس ست عيال، لو حد فيهم عيي مش هقدر اعالجهم كلهم لان معيش فلوس تكفي. مستوى المعيشه نفسه، اللي بيبقى عنده طفل مش زي اللي عنده سته. هتلاقي اللي عنده طفل ده، الطفل ده داخل مدرسه كويسه عايش في مستوى كويس، انما اللي عنده سته مش هيقدر يوفر ده لكل ولاده. نفس الكلام البطاله اللي هو عدم وجود شغل. هل لما انا يبقى عندي ست اولاد هل السته يشتغلوا؟
صعب، عكس ما يبقى عندك طفل واحد سهل جدا ان هو يشتغل. فبالتالي ترتب على ارتفاع معدل المواليد في افريقيا انخفاض مستوى الصحه والمعيشه وانتشار البطاله. طيب ده بالنسبه للمواليد. معدل المواليد زي ما انت شايف قدامك دي القارات الموجوده عندي، زي ما انت شايف اعلى سهم ده هي السهم ده جاي لقاره افريقيا، هي اعلى قاره عندي، واقل قاره عندي هي قاره اوروبا. ده بالنسبه للمعدل بتاعي الطبيعي في المواليد. لو دخلت في الوفيات فبلاقي ان الوفيات بتصل معدل الوفيات في العالم ل 8 في الألف، ولكن المعدل ده بيزيد اكتر في الدول الناميه. وشيء طبيعي اللي انا لازم استنتج على طول ليه الدول الناميه بيموت فيها ناس كتير، لان بمنتهى البساطه زي لسه قايلين عندها فقر، عندها جهل، ما عندهاش تقدم علمي، فشيء طبيعي ان هيموت فيها عدد كبير من الناس. ولكن لقيت ان انا اعلى القارات عندي في العالم في معدل الوفيات، واقل القارات في معدل الوفيات. اعلى قاره عندي في الوفيات هي قاره اوروبا. هو هنا مكتوب قدامي افريقيا، هي دي غلطه معلش. اعلى قاره عندي في معدل الوفيات هي قاره اوروبا وليس افريقيا. واقل قاره في الوفيات هي قاره امريكا الجنوبيه. هنا بقى في سؤال، ازاي اوروبا اعلى قاره في الوفيات؟ انت لسه بتقول ان الوفيات دي بتبقى في القارات او في الدول اللي هي ناميه ضعيفه. قال لي هنا ده سؤال مهم جدا دايما بيجي في الامتحان، بما تفسر زياده عدد الوفيات في قاره اوروبا. ليه الوفيات في اوروبا عالي جدا؟ قال لي بمنتهى البساطه بسبب ارتفاع نسبه كبار السن. اوروبا نظرا انها كقاره فيها تقدم علمي هائل جدا، فده بيخلي ان الافراد في اوروبا بيعيشوا الفتره من العمر كبيره، فتلاقي واحد عنده 50 و60 سنه ولسه عايش، 70 سنه ولسه عايش، على عكس الدول الناميه. الدول الفقيره تلاقي الواحد عنده 40 50 سنه بيموت عنده امراض الدنيا، سكر وضغط وي وي وي. عكس اوروبا، تلاقي حتى في الافلام الاجنبي كده تلاقي الراجل مثلا عنده 50 60 سنه ونازل يلعب رياضه. فبالتالي دايما المجتمعات في اوروبا كبار السن بيبقى منتشرين وعددهم كتير في المجتمع، وبالتالي نسبة الوفيات عندهم هتبقى أكتر من المجتمعات التانية. فبلاقي إن أعلى قارة في الوفيات هي قارة أوروبا، وأقل قارة في الوفيات هي قارة أمريكا الجنوبية. يجي قارة أفريقيا بقى في المرتبة التانية بعد أوروبا، يعني أنا لو رتبت القارات هتبقى رقم واحد في الوفيات أوروبا، رقم اتنين أفريقيا، إنما أقل قارة عندي هي قارة أمريكا الجنوبية. ملحوظه تخلي بالك منها، ان مصر كدوله، ومصر طبعا تعتبر من الدول الناميه، ولكن مصر كدوله نسبه الوفيات فيها قليله جدا. نسبه الوفيات في مصر 6.1، ودي حاجه كويسه ان انت الوفيات عندك قليله، يعني انت عندك مستوى طبي عالي، وبالتالي بيحافظ على السكان بتوعي. اما نسبه المواليد في مصر فهي عاليه جدا، لان الناس في مصر بتخلف كتير، وخصوصا في الريف وفي المجتمعات اللي هي قليله بالنسبه للناحيه العلميه. فبلاقي ان نسبه المواليد في مصر بتصل ل 31.3 في الألف، اما نسبه الوفيات بتصل عندي ل 6.1 في الألف. طيب بعد ما شفنا المواليد والوفيات، تعالى بقى نبدأ دلوقتي نتكلم على العلاقة بين الوفيات ومستوى الصحة. هل الصحة بتأثر في الوفيات؟ طبعا. قال لي في علاقة بتربط بين الوفيات والصحة، وهي علاقة عكسية. يعني ايه علاقة عكسية؟ يعني دي عكس دي. لو انت النهاردة الصحة عندك زادت، الوفيات تقل. لو مستوى الصحة والمعيشة قل، الوفيات تزيد. دي تزيد دي تقل، دي تقل دي تزيد. ده معنى كلمة العلاقة العكسية. شيء طبيعي ان الناس اللي هيبقى عندها رعاية صحية عالية هيبقى الوفيات عندها قليلة. وشيء طبيعي برضو ان الناس اللي هيبقى عندها رعاية صحية ضعيفة وقليلة ومستوى معيشة ضعيف وقليل، يبقى اذا الوفيات فيها عالية. يبقى اذا لو جه قال لي ما العلاقة بين الوفيات ومستوى الصحة، بقول له العلاقة بينهم علاقة عكسية، وابدا اشرح له ان لو الصحة زادت الوفيات تقل، ولو الصحة قلت الوفيات تزيد. طيب كمان في حاجة تانية بتأثر على نسبة الوفيات، قل الحروب والكوارث الطبيعية، زلازل، براكين. دي حاجات طبيعية، إعصار، دي حاجة أنا ماليش دخل فيها وممكن تضرب دولة متقدمة. طب هل الحاجات دي لو جت في دولة سواء كانت متقدمة أو نامية هتأثر في الوفيات؟ طبعا. لو جت دولة عليها كوارث طبيعية هيزيد فيها نسبة الوفيات، ده شيء طبيعي ومنطقي جدا. لو دخلنا بعد كده على حاجة بقى بنتكلم فيها بين الزيادة الطبيعية أو معنى الزيادة الطبيعية، قال لي الزيادة الطبيعية دي حاجة بتربط بين المواليد والوفيات. فما باجي أعرف الزيادة الطبيعية، وده تاني تعريف معايا بعد أول تعريف خدناه الديموغرافية، الناس اللي فاكرة كده معايا اللي مركزة، خدنا أول تعريف الديموغرافية، ده تاني تعريف بقى. يعني إيه زيادة طبيعية؟ قال لي الزيادة الطبيعية هي ناتج الفرق بين معدل المواليد والوفيات. يعني بطرح بعمل ماينس بين الناس اللي اتولدت والناس اللي ماتت. فالنهارده مثلا اجي اشوف دوله، الاقي دوله عدد الناس اللي ماتت فيها مثلا نص مليون، وعدد الناس اللي اتولدت فيها 2 مليون. تبقى الزياده الطبيعيه كام؟ هعمل ماينس 2 مليون اشيل منهم نص مليون، يبقى الزياده الطبيعيه مليون ونص. يبقى اذا الزياده الطبيعيه هي الفرق بين اللي بيتولد واللي بيموت في اي دوله.
طيب ناخد مثال قارة أفريقيا. قارة أفريقيا اتفقنا إن نسبة المواليد في أفريقيا عالية جدا ونسبة الوفيات تعتبر قليلة شوية، فإذا الزيادة الطبيعية فيها تبقى مرتفعة ولا منخفضة؟ قال لي تبقى مرتفعة، لأن بلاقي إن نسبة المواليد عالية ونسبة الوفيات قليلة شوية. عشان الناس تفهم أكتر أدي مثال، فأجي أقول لك مثلا أفريقيا اتولد فيها في 2020 اتولد فيها مثلا 2 مليون، مات منها في 2020 مليون، يبقى الزيادة الطبيعية كام؟ هطرح 2 مليون اشيل منهم مليون يتفضل مليون. طب الزياده الطبيعيه كده بقت مليون، هل مليون ده رقم قليل؟ لا طبعا ده رقم كبير. يبقى اما يجي يسالني بما تفسر الزياده الطبيعيه في قاره افريقيا مرتفعه، اقول له على طول زياده المواليد وقله الوفيات نسبيا. طيب ايه كمان؟ قال لي امريكا الشماليه بتقل فيها الزياده الطبيعيه، ليه؟ قال لي لان مثلا لو اديتك مثال هتلاقي امريكا الشماليه اتولد فيها مثلا في 2020 اتولد فيها مثلا 200 الف طفل، ومات من عندهم 100 مثلا 180 الف طفل. يبقى اما هعمل زياده طبيعيه واطرح ال 200 اشيل منهم 180 يتفضل 20 بس، يبقى بالتالي قليله. يبقى ده اللي احنا بنقوله، بسبب قله المواليد وقله الوفيات فالناتج بقى قليل، ده قليل وده قليل، فشيء طبيعي ان الزياده الطبيعيه تبقى قليله. عكس افريقيا، ده كتير وده كتير فالزياده الطبيعيه بقت كتير. طيب قاره زي اوروبا، اوروبا بقى الزياده الطبيعيه فيها كام؟ قال لي صفر. قال لي ايه ده يعني ايه صفر؟ قال لي يعني اوروبا بتخلف مثلا 100,000 ويموت منهم 100,000، تبقى الزياده الطبيعيه كام؟ صفر. وده السؤال، بما تفسر الزياده الطبيعيه في اوروبا بتساوي صفر؟ اقول له لان بيتساوى عدد المواليد مع عدد الوفيات، يعني تقريبا عدد السكان في اوروبا ثابت ما بيزيدوش، لان كل سنه بالتقريب، طبعا ده تقريبا، اللي بيموت في اوروبا تقريبا قد اللي بيتولد، فبالتالي تحس ان المجتمعات في اوروبا ما بتزيدش في عددها. ده بالنسبه للزياده الطبيعيه وتعريفها والثلاث اسئله اللي ممكن يجوا لي فيها سواء في قاره افريقيا او امريكا الشماليه او اوروبا. بالنسبه عندي ليه جزء تاني تبع الديموغرافيه، التركيب العمري. التركيب العمري قال لي احنا بنقسم المجتمع في اي دوله على ثلاث فئات من العمر: فئه صغار السن، فئه متوسط العمر، فئه كبار السن. فئه صغار السن دي الفئه اللي هي سنها بيبقى من سن الرضاعه لسن 15 سنه، وديت هلاقيها اكتر برضو في الدول الناميه، فهلاقيها بتصل في الدول الناميه ل 29% من المجتمع، يعني تقريبا تلت المجتمع في الدول الناميه فئه صغار السن. دوله زي مصر مثلا هلاقي ان نسبه 32% من المجتمع في مصر اطفال اللي هي فئه صغار السن. دوله زي السويد بقى، دي دوله متقدمه في اوروبا، هلاقي ان نسبه صغار السن عندهم ما بتزيدش عن 17% من جمله السكان. طب هاني احسن، مصر ولا السويد؟ قال لي بمنتهى البساطه اي دوله يبقى عندها الفئه دي نسبتها كبيره دي مشكله، لان الفئه دي بتمثل عبء. حضرتك اما يبقى سنك لسه ما وصلش لغايه 15 سنه، يعني تقريبا اللي هو سن ثالثه اعدادي، من اول ما سن الرضاعه لغايه سن ثالثه اعدادي انت دلوقتي ما بتشتغلش، انت بتدرس، فعايز اللي يصرف عليك، عايز اللي يديك مصروف، عايز تاكل، عايز تلبس، عايز تروح النادي، عايز ما بتديش، انت دايما عايز اللي يديلك. فبالتالي هي دي المشكله، ان الفئه دي من المجتمع فئه ما بتنتجش، هي فئه دايما مستهلكه. ودي المشكله هنا لما بيجي يسالني ما النتائج على ارتفاع نسبه صغار السن في الدول الناميه، او ايه نتائج ارتفاع فئه صغار السن في مصر، هو نفس السؤال. اقول له ترتب عليه زياده العبء على رب الاسره اللي هو بابا وماما بقى اللي بيصرفوا عليا، ده اسمه رب الاسره، وكمان زياده العبء على الدوله، لان الدوله كمان بقت مطلوبه انها توفر لك مدارس، توفر لك جامعات، توفر لك عندك توفر لك كليات، توفر لك مستشفيات تتعالج فيها، توفر لك نوادي تروح تلعب فيها. يبقى اذا النهارده الفئه دي ما بتزيد بتعمل عبء سواء على بابا وماما اللي هو رب الاسره، او سواء على الدوله المطلوب منها انها توفر لك كل ده. يبقى انا النهارده اما اجي اقول لك تفضل ان مصر يبقى فئه صغار السن فيها كتيره ولا قليله؟ هم، تمام قليله، لان كل ما النسبه دي بتزيد كل ما بتعمل لي مشكله. طيب زي ما اتفقنا الفئه دي في مصر 29 32%، ولكن في السويد 17%. الفئه الثانيه هي الفئه المتوسطه، دي افضل فئه. ليه؟ لان الفئه المتوسطه دي بتبدا من سن 15 لسن 64، يعني سن الشباب. في ناس كتيره ما بتكملش تعليمها، بياخد لغايه الاعداديه وممكن ينزل يشتغل، خلاص بقى يعرف يقرا ويكتب عادي. تمام، طبعا احنا ما بنقولش ده صح، بس بنقول ان الفئه دي تقدر انها تصرف على نفسها بقى خلاص. في اللي بيشتغل تمام وهو بيدرس، زي ما شفنا في طلاب ثانويه عامه بيبقوا بيشتغلوا سنة يعني في ثانويه عامه وشغالين وبيجيبوا مجاميع وبيخشوا كليات. ده معناه ان هو في الفئه الثانيه، فئه متوسطه العمر اللي بتبدا من 15 ل 64 سنه. الفئه دي افضل فئه على مستوى العالم، وطبعا الدوله اللي بيبقى عندها الفئه دي عدد نسبتها كبيره تبقى الدوله دي نجحت جدا، والفئه دي بتاثر عليها تاثير كبير جدا. هلاقي اللي اعلى نسبه من السكان البالغين موجوده في دول غرب اوروبا،
دول غرب اوروبا الفئه دي منتشره فيهم جدا، وتحديدا دولتين هولندا والمانيا. اما الفئه دي قليله جدا، بس قليله فين بقى؟ في دول افريقيا، لان اتفقنا ان دول افريقيا منتشر فيها الفئه الاولى اللي هي صغار السن. النقطه الثالثه او الفئه الثالثه فئه كبار السن. فئه كبار السن اللي هي الناس الكبيره في العمر. الفئه دي هلاقيها اكتر فين؟ قال لي بمنتهى البساطه هتلاقيها اكتر في اوروبا، لان انت قلت من شويه ان اوروبا نسبه كبار السن فيها مرتفعه، وعشان كده هي خدت رقم 1 في الوفيات. اذا فئه كبار السن منتشره اكتر في اوروبا وفي الدول المتقدمه. نسبتها كام في الدول المتقدمه؟ قال لي نسبتها في الدول المتقدمه 17%. طيب بتقل فين فئه كبار السن؟ قال لي شيء طبيعي انها تقل في الدول الناميه، لان الدول الناميه ما عندهاش رعايه صحيه، فالناس ما بتعيش لفتره عمريه كبيره، بيموتوا بدري يعني. عشان كده بلاقي ان في الدول الناميه الفئه دي بتصل ل 6% بس. اما في الدول المتقدمه بتصل عندي ل 17%. يبقى لازم ابقى مركز ان فئه كبار السن منتشره اكتر في دول متقدمه، اما فئه كبار السن قليله قوي في الدول الناميه. نخش بعد كده حاجه اسمها خصائص السكان التعليميه. التعليم لما باجي اتكلم عنه لازم اعرف يعني ايه كلمه اميه، وده تالت تعريف بيظهر معايا. نفتكر الثلاث تعريفات اللي قلناهم: الديموغرافيه، ثم خدنا الزياده الطبيعيه، ودلوقتي بنخش على الاميه. يعني ايه اميه؟ قال لي الاميه هي عدم معرفه الشخص للقراءه والكتابه. يعني اللي ما يعرفش يقرا او يكتب او ما يعرفش الاثنين نقول عليه ده امي. طيب الاميه ديت اما باجي اتكلم عنها هلاقيها فين؟ قال لي هتلاقيها في الدول الناميه مرتفعه جدا. دايما الدول الناميه ما بتهتمش بالتعليم، فبالتالي ترتفع نسبه الاميه فين؟ اقول له على طول في الدول الناميه. طب تقل الاميه فين؟ قال لي الاميه تقل في الدول المتقدمه، الاقي نسبه الاميه فيها قليله بشكل ملحوظ مقارنه بالدول الناميه. تعال نبدا ندي كده امثله ونشوف على مستوى العالم وعلى مستوى الدول سواء المتقدمه او الناميه. هلاقي ان نسبه المتعلمين في الدول المتقدمه بتصل لاكثر من 95%. زي مين؟ قال لي زي دول امريكا الشماليه اللي هي كندا، اليو اس اي، زي دول اوروبا، زي دول استراليا، او زي دوله استراليا تحديدا، او زي دوله اليابان، او زي دوله روسيا. دي دول نسبه المتعلمين فيهم بتعدي ال 95%، يعني تقريبا نسبه الاميه عندهم ما بتزيدش عن 5% من المجتمع، ودي حاجه كويسه جدا. قال لي في دول اقل شويه. قال لي معظم دول امريكا الجنوبيه. زي مين؟ زي البرازيل، الارجنتين، الدول دي، زائد دوله جنوب افريقيا، زائد دوله الصين. دي نسبه الناس اللي بتعرف تقرا وتكتب فيها ومتعلمه 75%. قال لي في ناس اقل سنه. قال لي عندك مثلا نسبة المتعلمين في بعض الدول بتتراوح من 40 ل 60%، زي دولة الهند تحديدا، ومعظم دول أوروبا، وهنا بنركز أكتر على دول أوروبا الشرقية مش الغربية. تمام؟ طيب عندي كمان نقطة تخلي بالك منها: مصر نسبة المتعلمين فيها 65% من المجتمع المصري متعلم، وديت نسبة تعتبر مقارنة بالدول النامية نسبة كبيرة. فنسبة المتعلمين في مصر تصل عندي ل 65%، وده بيرجع الفضل فيه لجهود الدولة اللي بتبني عدد كبير من المدارس، بتحاول تمحي الأمية، اللي هي تعمل فصول تعليم الكبار. دي كلها الدولة حاجات بتعملها عشان تحاول تقضي على الأمية في مصر، فدي حاجة تحسب لمصر وتحسب لزيادة عدد المدارس وفصول محو الأمية اللي بتتم لتعليم الكبار. يبقى ده تقسيم عندي التعليم في مصر. بدأ عندي من دول نسبة المتعلمين فيها أكتر من 95، نزلنا شوية لنسبة 75%، نزلنا من نسبة 40 ل 60، وبالنسبة لمصر نسبة المتعلمين فيها 65%، وعرفنا السبب إيه لو جه سألني بما تفسر. نخش بعد كده سؤال بيجي يقول لي برهن على العادات والتقاليد تؤثر على التعليم. العادات والتقاليد في بعض المجتمعات ممكن تأثر على التعليم. ازاي؟ قال لي ان في مجتمعات بتمنع تماما تعليم البنات، وبتشوف ان تعليم البنات ده حاجة غلط. والكلام ده منتشر اكتر في الهند وبعض دول شرق اسيا، لان بيشوفوا ان سواء بقى تعليم دينيه او معتقدات اسريه او ايا كان السبب ايه، بس بيشوفوا ان الكلام ده غلط، ان البنت تتعلم، وبيشوفوا ان خروج البنت اصلا من البيت ده حاجه غلط، وانها لازم تفضل موجوده في البيت لغايه ما تتجوز. ده منتشر على فكره عندنا هنا في مصر في بعض المناطق الريفيه، وان كان قل دلوقتي في 2020، انما كان منتشر جدا زمان. فكره ان التعليم مقتصر بس على الصبيان اللي هم البنين، اما البنات يكاد يكونوا ما كانوش بيتعلموا. فده منتشر حاليا في بعض الدول، وبالتالي بيأثر على التعليم في بعض دول العالم زي الهند ودول شرق اسيا اللي بيحرموا او بيمنعوا تعليم البنات، لان شايفين ان ده معتقدات خاطئه. ناس تانية شايفين ان البنت ملهاش غير الجواز، فبالتالي بيفضلوا الزواج المبكر للبنات على التعليم. اذا اقدر اقول ان العادات والتقاليد
فيها علاقه بالتعليم، اقول له صح. طب لو جه قال لي ايه العلاقه بين العادات والتقاليد والتعليم، هنشرح اللي قدامك ده، ان في دول بتمنع تعليم البنات لان شايفاه ان هو غلط، وفي دول بتفضل الزواج المبكر للبنات. بعد كده بنخش على جزء جديد وهو الصحه. المستوى الصحي بيقدر يتحدد عندي في اي دوله عن طريق عدد الاطباء. انا النهارده عشان اقدر اقول ان مصر دوله الرعايه الطبيه فيها كويسه او وحشه، اشوف عدد الاطباء عندي قد ايه. فبالتالي لو انت عدد الاطباء كتير، يبقى اذا الرعايه الطبيه عندك كويسه. لو انت عدد الاطباء عندك قليل، يبقى اذا عدد الرعايه الصحيه عندك قليله. يبقى اللي بيتحكم عندي هنا هو الايه؟ عدد الاطباء. عشان كده بنقسم الرعايه الصحيه في العالم على 3 مستويات. دول ذات رعايه طبيه فائقه سوبر، دول عندها الرعايه الطبيه عندها سوبر ستار 5 نجوم. زي مين؟ قال لي زي دول اوروبا، زي دوله روسيا، زي دول امريكا الشماليه. الدول ديت الرعايه الطبيه عندهم جامده جدا، والسبب ايه؟ ان عدد الاطباء عندهم كتير. النوع الثاني دول عندها رعايه طبيه مرتفعه، يعني جود، وديت الدول اللي بيبقى عندها عدد اطباء معقول شويه بالنسبه لعدد سكانها، زي مصر والاردن والامارات. وعندي دول بقى عندها رعايه طبيه منخفضه، باد، سيئه جدا، وديت الدول اللي هي منتشره معظمها في افريقيا زي النيجر واثيوبيا واريتريا، ودوله عندي في اسيا اسمها دوله نيبال. يبقى انا النهارده وانا بذاكر لازم ابقى مركز ان الرعايه الصحيه متقسمه على 3 تقسيمات: دول سوبر اللي هي فائقه، دول كويسه اللي هي جود، ودول منخفضه اللي هي باد. طب لو جه سالني من الدول ذات الرعايه الطبيه المنخفضه في اسيا مين، يبقى انا لازم اقول واحده بس ما فيش غيرها، اللي هي دوله اسمها دوله نيبال. طب بصفه عامه بقى، مين الدول اللي ذات الرعايه الطبيه منخفضه في افريقيا؟ اقول له النيجر، اثيوبيا، اريتريا. طيب الرعايه الطبيه مرتفعه يبقى مصر، اردن، امارات. رعايه فائقه يبقى روسيا ودول اوروبا ودول امريكا الشماليه. نخش بعد كده على جزء تاني اللي هو الخصائص السكان الاقتصاديه. الخصائص الاقتصاديه اللي هو مستوى الدخل، الفلوس بتاعت السكان. هلاقي ان اكتر قاره فيها مستوى دخل مرتفع في العالم كله هي دوله استراليا، او قاره استراليا اللي هي الاوقيانوسيه. القاره دي مستوى الدخل فيها مرتفع. يعني النهارده لو انا رايح اشتغل في استراليا، هتلاقي المرتب هناك عالي جدا عن اي قاره في العالم. عشان كده لما بيجي يسالني اعلى نصيب للفرد من الدخل القومي هتلاقيه فين، اقول له على طول الاقيه في استراليا. طب اقل نصيب للفرد الاقيه فين؟ قال لي من غير ما تفكر اكيد افريقيا. افريقيا اقل مستوى مرتب ممكن تاخده في قاره افريقيا. يبقى اذا اعلى نصيب للفرد هيبقى في استراليا، واقل نصيب للفرد عندي في افريقيا. طيب بالنسبه عندي بقى، زي ما عملنا توزيع في الناحيه الطبيه، هعمل توزيعه زيها بس المستوى تقسيم دول العالم على مستوى الدخل الاقتصادي. بقسمهم على 4 تقسيمات: دول ذات دخل اقتصادي مرتفع، ودي دايما بتعتمد على الصناعه ومش اي صناعه، الصناعات الحديثه. دول فوق المتوسط، دول تحت المتوسط او اقل من المتوسط، ودول منخفضه. يبقى اقدر اقول ان ينقسم دول العالم من حيث الدخل الاقتصادي لكام تقسيمه؟ بقول له بتتقسم عندي ل4 تقسيمات: دول دخل اقتصادي مرتفع، دول فوق المتوسط، دول تحت المتوسط، دول منخفض. اركز وانا شغال ان ما عنديش متوسط، انا عندي مرتفع وعندي فوق المتوسط وعندي تحت المتوسط وعندي منخفض، مفيش متوسط خالص. 4 شرايح، كل شريحه بتضم مجموعه دول. تعال نبدا نتكلم عنهم نقطه نقطه. هبدا مع بعض بالدول اللي هي الشريحه رقم 1، الشريحه اللي عندها دخل مرتفع. الدول دي بتشتغل بايه؟ قال لي الدول دي اللي هي بتصنع بقى اسلحه، طيارات، غواصات، سفن فضاء، الحاجات اللي هي السوبر، الحاجات الجامده جدا. زي مين؟ قال لي زي دول غرب اوروبا. وخلي بالك انا بركز على كلمه غرب اوروبا، ما بقولش دول اوروبا كلها. دول اوروبا كلها يعني انت هتدخل معاك التشيك، هتدخل معاك اوكرانيا، ودي دول ضعيفه في الاقتصاد. لا، دول غرب اوروبا يبقى انا هتكلم على فرنسا، المانيا، الدول دي. طيب مين كمان بيتحط معايا في الشريحه رقم 1؟ قال لي بيتحط معاك كمان دول امريكا الشماليه، وطبعا ركز قوي على دول امريكا الشماليه تحديدا اليو اس اي، الولايات المتحده الامريكيه. وكمان عندي دول الخليج. الله، هنا نقط بقى. ازاي دول الخليج دول ذات دخل اقتصادي مرتفع؟ هي دول الخليج بيصنعوا، عمرك سمعت مثلا ان في سفينه فضاء من السعوديه ولا في طياره الكويت عملتها؟ قال لي لا. ما دول الخليج داخله معايا في النقطه دي ليه؟ لان دول الخليج عندي بتهتم بصناعه البترول واستخراجه، فبتطلع البترول وبتبيعه، وطبعا البترول سعره غالي، فبالتالي حطها من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. يبقى اقدر اقول ان الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع بتنقسم عندي ل3 انواع: دول غرب اوروبا، دول امريكا الشماليه، ودول الخليج اللي شغاله في البترول وتصديره للخارج. دي الشريحه رقم 1. الشريحه رقم 2 اللي هي الدول ذات الدخل الاقتصادي اللي احنا قلنا عليها ايه؟ تمام، فوق المتوسط.
زي مين؟ قال لي زي دوله تركيا ودي في اسيا، زي عندك دول شرق اوروبا اللي احنا بقى كنا لسه بنتكلم عنهم، زي التشيك، زي سلوفينيا، سلوفاكيا، دي دول كلها بتقع في شرق اوروبا. عندي كمان المكسيك، المكسيك دي دوله في امريكا الشماليه ودي بتتحط في الشريحه الثانيه اللي هي فوق المتوسط. وعندي الارجنتين في امريكا الجنوبيه. طبعا لازم اركز ان انا احفظ اسامي الدول، لان ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يجيب لي مجموعه دول ويقول لي صنفهم لي من حيث الدخل الاقتصادي، فيجي يقول لي المكسيك صنفها لي، الارجنتين صنفها لي، دول شرق اوروبا يجيب لي اي دوله من دول شرق اوروبا يقول لي صنفها لي، تركيا يقول لي صنفها لي، دول الخليج يقول لي صنفها لي، وهكذا. فلازم ابقى حافظ كل قاره فيها مين. ففي امريكا الجنوبيه مين الدول اللي في امريكا الجنوبيه تصنف دخل متوسط؟ الارجنتين. طب البرازيل تصنف دخل متوسط؟ احنا ما قلناش، يبقى غلط. طب فنزويلا غلط. طب باراجواي، طب اوروجواي، طب تشيلي، ماليش دعوه، كل ده غلط. انا ما عنديش غير الارجنتين في امريكا الجنوبيه، ما عنديش في امريكا الشماليه غير المكسيك. تمام، يبقى دي دول بنسميها دول فوق المتوسط اللي هي الشريحه رقم 2. كمان عندي دوله جنوب افريقيا، ساوث افريكا. طبعا هنا جنوب افريقيا اقصد بيها كدوله، ما اقصدش بيها كموقع، يعني ما اقولش ايه الجزء الجنوبي من قاره افريقيا كله دول فوق المتوسط، لا، هو هنا يقصد دوله جنوب افريقيا. تمام كده، دي الدول اللي بتتحط في الشريحه الثانيه اللي هي شريحه فوق المتوسط في الدخل الاقتصادي. طبعا الدول دي بتعتمد على ايه؟ قال لي بتعتمد على التصنيع النامي والانشطه التقليديه. يعني ايه تصنيع نامي؟ قال لي يعني دي بتصنع برضه، بس مش هتصنع طياره وغواصه وسفينه فضاء، انما ممكن تصنع لك حاجات اخف شويه، فبالتالي دي الشريحه الثانيه. الشريحه الثالثه عندي اللي هي بقى الدول تحت المتوسط او اقل من المتوسط. الدول اقل من المتوسط هبدا اقول ان انا عندي الصين وايران والعراق، ودول موجودين في اسيا. عندي كمان في افريقيا عندي مصر، عندي انجولا، عندي المغرب، دول في افريقيا. عندي البرازيل وعندي بيرو، ودول في امريكا الجنوبيه. وعندي اوكرانيا وعندي التشيك، ودول في اوروبا. وعندي دوله اسمها هايتي ودي في امريكا الشماليه. يبقى الدول اللي اقل من المتوسط زي مين؟ زي الصين، زي ايران، زي العراق، ودول في اسيا. زي مصر وانجولا والمغرب، ودول في افريقيا. زي البرازيل وبيرو، ودول في امريكا الجنوبيه. زي اوكرانيا والتشيك، ودول في اوروبا. وزي دوله هايتي ودي في امريكا الشماليه. دي دول اقل من المتوسط. طب الدول دي شغاله بايه؟ قال لي بتشتغل بحاجه اسمها التصنيع والتنميه الاقتصاديه. يعني بتصنع، بس بتصنع حاجات على قدها. تصنع لعب اطفال، تمام، تصنع مثلا كفرات موبايلات، اللي هي حاجات صناعيه بس صناعه خفيفه قوي، عشان كده محطوطه في الشريحه الثالثه اللي هي اقل من المتوسط. الشريحه الرابعه والاخيره في الاقتصاد اللي هي بقى الدول اللي اقتصادها منخفض، اللي هي بنسميها كده ايه باللغه العاميه دول ضايعه اقتصاديا، ما عندهاش حاجه خالص. زي مين الدول اللي ضايعه اقتصاديا دي؟ قال لي هتلاقي عندك مثلا السودان والكونغو ومالي وموريتانيا، وكلهم في افريقيا. وطبعا الاعتماد عندهم رقم واحد على الزراعه، دول ما بتصنعش اصلا، عشان كده محطوطه في اقل مستوى. عندك في اسيا هتلاقي الهند ومنغوليا وباكستان، دول في اسيا. عشان كده نقدر على طول نستنتج ان الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع اكيد هتعتمد على الصناعه، انما الدول ذات الدخل الاقتصادي المنخفض اكيد بتعتمد على النشاط الزراعي. يبقى لو جه قال لي اكمل الدول اللي اقتصادها مرتفع دي عندها ايه؟ يبقى عندها نشاط صناعي عالي. طب الدول اللي عندها نشاط او دخل اقتصادي منخفض يبقى على طول دي عندها نشاط زراعي. اذا النشاط هنا الشغلانه بتاعت البلد بتاثر في المستوى بتاعها الاقتصادي، ان كانت تبقى مستواها مرتفع او مستواها منخفض. طيب نبدا بقى نتكلم على حاجه جديده اسمها قوه العمل. ما المقصود بقوة العمل؟ وده آخر تعريف معايا بعد طبعا ما قلنا التعريفات اللي فاتت. يعني إيه قوة العمل؟ قال لي قوة العمل هو عدد الأفراد اللي في سن العمل وقادرين على العمل بالفعل. تمام، يعني الناس اللي سنها سن شغل وشغالين فعلا، ده تعريف كلمة قوة العمل. عكس كلمة كنا خدناها قبل كده اسمها البطالة. البطالة يعني ايه؟ يعني واحد سنه سن شغل ومش شغال. يعني حضرتك مثلا في ثالثة اعدادي، هل انت كده بطالة؟ لا طبعا انت مش بطالة. ليه؟ لان انت سنك مش سن شغل، انت سنك سن اللي انت تقعد تدرس. يبقى ما ينفعش اقول عليك بطاله. امال اقول على مين بطاله؟ اما يبقى واحد كده قدي في سني ومش شغال، ده بطاله. يبقى البطاله ان يبقى شخص سنه سن شغل وما بيشتغلش. انما لو سني سن شغل وشغال، انا دلوقتي سني سن شغل وبشتغل، يبقى ده بالنسبه لي كده اسمه ايه؟ اسمه قوه عمل. يبقى بالنسبه لي قوه العمل اللي هو بيبقى سنه سن شغل وبالفعل مشترك او موجود في شغلانه، ده بالنسبه لي بسميه قوه العمل. لما باجي ابص بقى لقوه العمل، فبلاقي ان قوه العمل بتزيد اكتر في مجال الزراعه، لان الزراعه بتبقى محتاج ايدي عامله كتير. ودي هتزيد اكتر كمان في الدول الناميه، لان الدول المتقدمه بتستخدم في الزراعه الالات الحديثه.
اما الدول الناميه فبتستخدم البشر في قوه العمل، فهلاقي ان قوه العمل اكتر في الزراعه وتحديدا في الدول الناميه. اما المقابل بقى في الصناعه، الصناعه هلاقيها قليله قوي في الدول الناميه، لان احنا اتفقنا ان الدول الناميه عندها اكتر في الزراعه. اذا قوه العمل تزيد اكتر في الدول الناميه في انهي مجال؟ تبقى في المجال الزراعي. عكس الدول المتقدمه، هلاقي قوه العمل عندها اكتر في الصناعه مش في الزراعه. طيب الدول اللي بتشتغل عندي بالزراعه في افريقيا زي مين؟ قلنا قبل كده زي كونغو، زي السودان، زي اثيوبيا. عندي في اسيا زي باكستان، زي الهند. دي الدول اللي عندها قوه عمل كبيره في المجال الزراعي. طيب بالنسبه عندي في الصناعه بتزيد نسبه العاملين في المجال الصناعي، وده لان الصناعه زي ما قلنا بتبقى معتمده على ايدي عامله كتير، فهلاقي ان نسبه العاملين في الصناعه اكتر بكتير في قوه العمل وتحديدا في الدول المتقدمه. هنعمل توزيعه كده بسيطه نسبه قوه العمل في المجال الزراعي، هلاقي ان في دول نسبه الناس اللي شغاله في الزراعه فيها اللي هي قوه العمل بتصل ل 80%. وخلي بالك انا بتك على كلمه بيشتغلوا بالزراعه، يعني فيها 80% من المجتمع شغال بس كلهم شغالين في الزراعه. دي في الدول اللي هي ناميه جدا في افريقيا زي دوله اثيوبيا. عندك كمان نسبه بتتراوح عندي من 60 ل 80، ودي في دوله زي دوله السودان ودوله زي دوله الهند. طبعا السودان في افريقيا والهند في اسيا. مصر وتركيا هلاقي نسبه اللي بيشتغلوا عندي بنسبه الزراعه بتتراوح من 30 ل 60. اما اخيرا بعض الدول المتقدمه في غرب اوروبا واستراليا، دول بقى عشان دول متقدمه فبيستخدموا الالات الحديثه، فهتلاقي اللي شغالين في الزراعه قليله جدا. فزي ما انت شايف اقل من 10% شغالين في الزراعه. يبقى اعلى دول عندها ناس شغاله في الزراعه هي دوله اثيوبيا ب 80%. عندي السودان والهند من 60 ل 80، مصر وتركيا من 30 ل 60. اما الدول اللي اقل من 10 دول غرب اوروبا واستراليا. ده بالنسبه طبعا في المجال الزراعي. طبعا ما انساش ان في شغلانات تانية ممكن الناس تشتغل فيها زي ما قلنا في المجال الصناعي، وده هلاقي اكتر اللي شغالين فيه كقوه عامله بيبقوا في الدول المتقدمه. اما الدول الناميه نسبه اللي شغالين فيها في الصناعه قليله. في بعض الحرف اللي ممكن الناس تمارسها ولكن دي مش منتشره قوي في العالم، زي الرعي، زي الصيد، زي قطع الغابات. فدي من الحرف برضو المنتشره جنب الزراعه والصناعه، وان كانت الزراعه والصناعه هم اهم حرفتين بالنسبه لي. بكده يبقى انا خلصت معاكم الدرس الاخير اللي هو خصائص السكان، وان شاء الله نتقابل بقى مع بعض في المراجعه النهائيه. بالتوفيق.